ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا احنا اخدنا الحصه اللي فاتت البدايه بتاعت ليسن 2 اللي هي بتكون عباره عن الثيرمودايناميك. خلاص، وعرفنا شويه بقى ان الثيرمودايناميك ده مثلا عباره عن خصائص فيزيائيه وكيميائيه وبيولوجيه او وجهه نظر علماء من كل الكلام ده كله. فاحنا هنكمل النهارده في حته الثيرمودايناميك دي، بس النهارده هنتخصص شويه في حته الكيمياء. خلاص، فخليكم معانا ان شاء الله، ولو ما اتفرجتوش على الحصه اللي فاتت برضه شوفوها. فيلا بينا نبدا بقى. والله احنا كنا اخدنا الحصه اللي فاتت شويه كلام كده عن الثيرمودايناميك، خلاص، وشويه كلام برضو عن قانون كده اسمه قانون بقاء الطاقه او اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. احنا بقى هنكمل فيه شويه كلام زياده النهارده شويه، خلاص. فلما نيجي نبدا النهارده مثلا في حته اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي تاني، فانا هبدا لك من البدايه خالص واقول لك ان اي كيميكال رياكشن علشان يحصل محتاج يبقى معاك شويه متفاعلات علشان اكون النواتج، صح؟ فاحنا هنبدا من الاول خالص ان احنا محتاجين رياكتنتس عشان اروح اكون البرودكت بتاعتي، خلاص. فانا هدخل في شويه خصائص كيميائيه شويه تبع الثيرمودايناميك. طب تمام قوي. لما نيجي نبدا في اول حاجه من الخصائص دي وهي حاجه اسمها المول، بيكون حاجه اسمها ايه؟ اسمها المول. ايه بقى هو المول ده؟ والله مثلا انا عايز اشوف وزن اي تفاعل في الدنيا. ازاي؟ لو هنفترض مثلا ايا كان التفاعل اللي عندي، فهو هيكون مثلا نفس التفاعل اللي احنا بنكتبه كل مره، اللي هو مثلا NaOH بلس HCl هيروح يكون مثلا NaCl بلس H2O. انا مثلا عايز اعرف الوزن بتاع المركب ده او الوزن بتاع المركب ده، او هيكون الوزن بتاع المركب ده، خلاص. عايز اعرف اي وزن من اي حاجه من دول، فدي انا بديلها مصطلح بيكون اسمه مول. بيكون اسمه ايه تاني؟ اسمه مول، خلاص. فلما اجي ابدا بالديفينيشن بتاع المول ده بالعربي خالص وبالعامي كده علشان نحفظها، ده بيكون الوزن الجزيئي للمركب ده بالجرام، مش اكتر من كده، خلاص. بيكون الوزن الجزيئي للمركب ده بايه؟ بالجرام. فلما اجي ابدا هنا في الديفينيشن بتاعه بقول لك هو الاماونت بتاع السبستانس ان جرام ذات ايكوال اتس مولكيولار ويت، اللي هو بيساوي الوزن الجزيئي بتاعه، خلاص. يبقى هو بيكون ايه؟ بيكون وزن المركب ده او ده او ده او ده بالجرام. فلما اجي مثلا اقول لك ال NaCl دي، اقول لك ان الواحد مول منها بيساوي كذا جرام. طب الووتر الواحد مول منها بيساوي كذا جرام. طب الهيدروكلوريك نفس الفكره. طب ال NaOH نفس الفكره، خلاص. طب ثواني بقى، هو انا هحسبها ازاي بالجرامات برضو؟ والله هو هيجي في الامتحان مثلا يقول لك احسب لي المول بتاع الووتر مثلا، فاحنا هنيجي نكتب الووتر مثلا هي بتكون H2O، خلاص. دي الكيميكال فورمولا بتاعتها، واهم حاجه اكون بعرف اكتب اصلا الكيميكال فورمولا، خلاص. هيجي مثلا يقول لك في الامتحان والله يا عم الحاج ان الهيدروجين بتاعك ده بواحد جرام، وهيجي يقول لك ان الاكسجين بيكون مثلا ب 16 جرام، خلاص. هو هيقول لك كده احسب لي بقى المول بتاع الووتر كله على بعضه كده بكام جرام، خلاص. فانت هتيجي هنا، انت عندك الووتر بتكون H2O، صح؟ يعني فيها كام اتوم من الهيدروجين؟ والله فيها 2. فانت هتيجي على الووتر هنا 2 هيدروجين معناها بكام جرام؟ معناها ب 2 جرام، خلاص. طب تيجي في واحده اصلا اكسجين هنا، والله الواحده اكسجين بتكون ب 16، صح؟ فهنا مع هنا طبعا هيكون ايه؟ هيكون 18 جرام، وده بيكون عباره عن المول اصلا بتاع مين؟ بتاع الووتر، خلاص. وبالظبط هنمشي في الباقي بقى تبع كل ده. يبقى هيجي مثلا يقول لك ال NaCl، هيجي يقول لك مثلا CaCO3، هو كده كده هيدي لك الاتومز كلها، هيديلك مثلا الكالسيوم، هيديلك الكربون، هيديلك الاكسجين، وانت بس هتجمع كله على بعضه، مش هتعمل حاجه تانية، خلاص. يبقى هي اللعبه كلها ان انت تكون عارف تكتب ازاي المركب ده، وتكون بس عارف تجمع، مش اكتر من كده، يعني تكتب المركب صح وتجمع بس، خلاص. فلما نيجي بقى نتكلم عن المول تاني والديفينيشن بتاعه، بيكون عبارة عن الاماونت بتاع السبستانس بالجرام، كمية المادة بتاعتك دي بالجرام اللي هتساوي وزن الجزيء بتاعها، او هتساوي طبعا ايه؟ المولكيولار ويت بتاعها. شكرا على كده. جاب لك مثلا ووتر، قال لك كربون دايوكسيد، جاب لك سيرة اي مركب في الدنيا، فانت هيجيب لك الارقام وانت بس تجمعها، خلاص. بس ركز في حتة ان انت تكون كاتب المركب صح، مش اكتر من كده، خلاص. اجي بعد كده اتكلم على حاجه بقى تانية وجديده كده عندنا شويه، بيكون اسمها الانثالبي، او هيكون عباره عن حاجه اسمها المحتوى الحراري للتفاعل الكيميائي. يعني ايه بقى محتوى حراري؟ بص، قبل ما ندخل في السكه دي كلها انا عايز اقول لك مثلا على حاجه. هو انت لو تفترض مثلا ان احنا عايزين نروح نعمل الكيك مثلا، فاحنا هنجيب شويه متفاعلات اللي هم بيض ودقيق وحاجات كتيره كده. التفاعل ده علشان يحصل، لو هنعتبره تفاعل كيميائي اصلا، فهو محتاج حراره علشان يتعمل، خلاص. طب نيجي في حاجه تانية، مش في حاجات مثلا تفاعلات كيميائيه بعملها الناتج عنها بيبقى في حراره كتيره ممكن تؤدي لانفجار مثلا او اي حاجه من الجو ده؟
فدي حاجه اسمها المحتوى الحراري للتفاعل الكيميائي. خلاص، فانا لما اجي اديلها ديفينيشن فبيكون عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الانسالب ده بيكون الاماونت بتاع الكيميكال انرجي ستورد ان 1 مول اوف ذات ايه سبستانس او اوف ذا سبستانس. يعني ايه؟ بيقول لك دي كميه الطاقه اللي بتكون مختزنه في الروابط بتاعه الماده، او كميه الطاقه المختزنه فين؟ في الماده. خلاص، ده بيكون اسمه المحتوى الحراري او اسمه الانسالبي. طب احنا عايزين نتكلم عنه يعني بشكل اكتر شويه او بشكل زياده شويه. خلاص، نيجي مثلا هنا، والله ده عندنا ده الهيت كونتنت اوف ماتر، ده المحتوى الحراري بتاع الماده، هو نفس تعريف الانسالبي بالظبط، هو ده ما فيش اختلاف. خلاص، فلما نيجي ندي ديفينيشن للموضوع ده بيقول لك ده الاماونت بتاع الكيميكال انرجي ستورد ان 1 مول اوف سبستانس، دي كميه الطاقه الكيميائيه اللي متخزنه في مول واحد بس من الماده. تاني بتكون عبارة عن ايه؟ كمية الطاقة الكيميائية بتكون عبارة عن الاماونت اوف كيميكال انرجي ستورد ان 1 مول اوف ايه؟ اوف سبستانس. خلاص، يبقى كمية طاقة بتكون مختزنة في مول واحد بس من السبستانس. طبعا دور البرد لسه جاي عليا جامد 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 يعني، فحاول تستحملني شويه. خلاص، فلما نيجي نبدا تاني في حته الهيت كونتنت ده، زي ما احنا قلنا كميه طاقه موجوده في شويه روابط. طب ثواني بقى، هي اصلا الكيميكال انرجي بتتخزن فين في الرياكشن بتاعي؟ يعني ازاي اعرف اصلا ان هنا في طاقه وهنا مفيش طاقه؟ واحده واحده بقى كده. احنا عندنا الانرجي بتاعتنا بتتخزن في 4 اماكن او بسبب 4 حاجات. خلاص، رقم 1 وهي الاتومز، ان الذرات بتاعتنا نفسها بيكون فيها كميه من الطاقه. طب واحده واحده، هي اي نعم هي عندك حفظ، بس انت المفروض تكون عارف ان الكيميكال انرجي موجوده في الاتومز، ما تعرفش اكتر من كده. بس لو هنيجي مثلا، فاكر زمان مش احنا كنا بنعمل حاجه اسمها توزيع الكتروني؟ يعني مثلا كنا بنمسك اي حاجه مثلا زي الاكسجين، مثلا الاكسجين، خلاص هنيجي نوزعه. مثلا كنا بنعمل شويه حاجات كده، مثلا اول حاجه اسمها كي، وبعد كده ال، وبعد كده مثلا عندنا ام، اللي هم بيكونوا مستويات الطاقه او الانرجي ليفلز، صح؟ مثلا ده كان بياخد 2، ده كان بياخد 8، ونفضل بقى مكملين كده ماشي حلو. وبعد كده كل دول بيكون فيهم الكترونز في النص هنا، صح؟ طب خلاص، فكل الحاجات دي كلها بيكون جواها انرجي، واسمها اصلا مستويات طاقه او اسمها انرجي ليفلز، صح؟ طب تمام قوي. فالطاقه اللي جوه الاتومز بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده في الانرجي ليفلز بتاعتها. طب اجي مثلا على الجنب الثاني اللي هو الموليكيولز، الجزيئات نفسها. طب واحده واحده، موليكيول مثلا ولنفترض زي الووتر، مش كان عندنا الووتر من الترم اللي فات هي كانت عباره عن H2O، صح؟ ده كان الطبيعي بتاع الووتر، وكنا اصلا بنديلها رسمه كده، مثلا هنا ذره هيدروجين وهنا ذره هيدروجين ولازق معاهم واحده اكسجين كبيره كده. طب مش دي عباره عن بوند اصلا، وده عباره عن بوند، واحنا قلنا الكيميكال انرجي بتاعتنا متخزنه في الروابط. طب تمام قوي، البوند ده عشان تتكون وده عشان تتكون بتاخد مني طاقه، والطاقه بتتخزن ايه؟ جواها، مش اكتر من كده. طب اجي بعد كده مثلا، احنا قلنا اهو بشكل صريح خالص الكيميكال بوندز، وانواع الكيميكال بوندز على فكره كتيره. يعني في مثلا في الهيدروجين، وفي مثلا الكوفالنت بوند، في انواع كتيره من الكيميكال بوندز كانت عندك الترم اللي فات، هي مش عندك الترم ده، ما تتعبش دماغك فيها. طب نيجي بعد كده بقول لك الاتراكشن فورسز امونج الموليكيولز، قوه التجاذب بين الموليكيولز وبعضها. خلاص، يبقى ايه تاني؟ لو احنا مثلا ولنفترض من الترم اللي فات برضو كان ممكن عادي ناخد موليكيول من الووتر نلزقه تاني مع موليكيول تاني من الووتر، صح؟ الاتراكشن فورس بين الاثنين دول برضو بنخزن جواها شويه من انواع مين، او شويه من الانرجي. خلاص، يبقى واحده واحده احنا بدانا النهارده بديفينيشن لحاجه اسمها المول. ايه هو المول ده؟ والله المول ده دي كميه الماده بالجرام. خلاص، الاماونت بتاعت السبستانس بتاعتي بالجرام، بس اللي هتساوي المولكيولار ويت بتاعها. تمام قوي، تمام لغايه كده. جينا بعد كده على حاجه اسمها الهيت كونتنت. ايه هي الهيت كونتنت؟ والله لما جينا ندي ديفينيشن للهيت كونتنت بتكون عباره عن الاماونت بتاعه الكيميكال انرجي اللي بتكون ستورد في 1 مول من سبستانس، كميه الطاقه الكيميائيه اللي متخزنه في مول واحد بس من السبستانس. خلاص، طب لما جينا بعد كده ندي مثلا ايه هي الانرجي بتاعتنا دي متخزنه في كام مكان؟ والله في 4 اماكن او 4 طرق. رقم 1 موجوده في الاتومز، طب رقم 2 في الموليكيولز، رقم 3 في الكيميكال بوند، رقم 4 في الاتراكشن فورسز بتوين الموليكيولز. اتراكشن فورسز بتوين ايه؟ بتوين الموليكيولز. خلاص، يبقى ده بس شويه او دي مقدمه بسيطه بس كده عن حته المحتوى الحراري اللي احنا هناخده النهارده. تمام اول لغايه كده. نيجي بعد كده بقى ايه في حته نشرحها احنا مع بعض بقى من غير الداتا. لما جيت اصلا هقول لك مثلا مثال، لو نفترض انا في الجيم، تمام،
والجيم بتاعي ده اصلا انا بعمل مجهود جامد جامد خلاص، فجسمي بيطلع حرارة. معنى ان جسمك بيطلع حرارة كده، يبقى الحرارة خارجة من جسمي من جوه، من الاعضاء الداخلية او من الدم بتاعي، خارجة لبره، صح؟ فلو هنفترض ان انا عبارة عن تفاعل كيميائي، فهسمي ان انا مثلا كده جسمي ده تفاعل طارد للحرارة، صح؟ معناها ان انا طردت الحرارة بره جسمي، صح ولا لا؟ طب نيجي على مثال تاني، الجو برد تلجي جدا، فاحنا قاعدين مثلا كل واحد ماسك الكوبايه بتاعت الشاي بتاعته او النسكافيه او اي حاجه بيشربها وحاطط ايده عليها كده، فانا بسحب الحراره بتاعتها او بتدفى بيها، صح؟ فبقول مثلا ان انا هنا تفاعل مصل الحراره، يعني ايه؟ انا بسحب الحراره من بره، صح ولا لا؟ ده الطبيعي. طب ثواني، فانا عايز افرق بقى بين الاثنين في المنهج بتاعنا، انا بس عايز اديك فكره عامه كده عن حته الاكزوثيرميك والاندوثيرميك. انا والله هنا هقول لك ان الرياكشنز اللي موجوده عندنا احنا بنقسمها لحاجه من اتنين، يا اما رقم واحد بيكون عباره عن حاجه اسمها اكزوثيرميك رياكشن، خلاص، يا اما حاجه تانية بيكون اسمها الاندوثيرميك رياكشن. خلاص، يبقى تاني احنا عندنا كام نوع من انواع الرياكشنز؟ اتنين، يا اما اكزوثيرميك يا اما اندوثيرميك. اكزوثيرميك دي معناها ان هو بيكون تفاعل طارد للحرارة، خلاص. طب اندوثيرميك دي معناها ان هو بيكون تفاعل مصل الحرارة. يعني ايه الفرق بين الاتنين؟ هنا هيطرد الحرارة من جوه لبره، طب هنا لا، ده هيمتص الحرارة اللي بره يدخلها جوه، وبس على كده. يبقى تاني الفرق بين الاكز والاندو، هنا هيطرد حرارة انما هنا هيمتص حرارة. طب واحدة واحدة بقى كده، انا طول ما انا ماشي اصلا في باقي الليسن ده انا محتاج احسب حاجة اسمها الدلتا اتش. نقف بقى هنا، مش الاتش دي كانت اختصار للهيت كونتنت، المحتوى الحراري بتاع الجزيء نفسه، صح؟ ده كان اختصار الدلتا اتش. طب جميل قوي، لما اجي بقى اقول لك الدلتا اتش دي بتساوي ايه؟ والله حاضر، انت عندك التفاعل بتاعك عبارة عن رياكتنس وعبارة عن برودكت، صح؟ فانا لما اجي احسب الدلتا اتش هحسبها بحاجه كده، بتقول ايه؟ بتقول ان الهيت بتاعه البرودكت هنقص منها الهيت بتاعه الرياكتنت، وشكرا على كده. يبقى الدلتا اتش بتساوي الاتش بي ونقص منها الاتش ار. تاني، الدلتا اتش بتساوي ايه؟ بتساوي اتش بي ناقص منها ايه؟ اتش ار. الاتش بي دي عباره عن ايه؟ دي الحراره نفسها بتاعه البرودكت. طب الاتش ار دي الحراره نفسها بتاعه مين؟ بتاعه الرياكتنس او بتاعه المتفاعلات. خلاص، لغايه دلوقتي الدنيا بنحاول نبسطها. طب نرجع بقى للحاجات بتاعتنا اللي هم الاكزو والاندو. انا عايز مثلا نكتب تفاعل طارد للحراره، خلاص، هو نفس التفاعل بتاعنا. خلاص، عشان نمشي بس على مثال معين انت تكون فاهمه وحافظه شويه. ايه هو المثال ده؟ نفس الفكره كلها، احنا عايزين نكون NaCl برضه، فهحط لك برضه هنا رياكشن عادي خالص زي NaOH مثلا، وازود عليه برضه ال HCl، وهروح اكون نفس الفكره، هكون NaCl وهكون الووتر. خلاص، احنا قلنا بقى من شويه ايه؟ قلنا من شويه ان التفاعل بتاعنا ده تفاعل بيكون اكزوثيرميك، صح؟ معنى ان انت اكزوثيرميك يعني انت طلعت الهيت بتاعتك من جوه لبره، صح؟ يعني ايه من جوه لبره؟ انت عندك هنا الرياكتنس وعندك هنا البرودكت، صح؟ فحته ان انت تطلع الهيت بتاعتك مثلا من جوه لبره، فانت عندك الهيت اللي هنا بتكون كتيره جدا، صح؟ وطردت انت منها شويه، طلعت منها شويه لبره، يعني انت عندك باقي الهيت هنكتبها هنا، هنكتب هنا زائد هيت. خلاص، فعشان انت طردت الهيت بتاعتك من جوه مين؟ لبره هنا. خلاص، فعشان كده سميتك اكزوثيرميك اصلا. طب حلو، نقف عند النقطه دي شويه. لما اجي اقول لك احسب لي الدلتا اتش بتاعه الرياكشن اللي هو بيكون اكزوثيرميك او اللي هو طارد للحراره، تحسبها ازاي؟ هي نفس القانون عادي، انت عندك الاتش برودكت ونقص منها الاتش بتاعه الرياكتنت، صح؟ طب جميل، نيجي بقى هنا، مين اكتر من مين؟ البرودكت ولا الرياكتنت اكتر؟ والله في الاكزوثيرميك عندنا هنا انت عارف ان انا طردت الحراره من جوه لبره، صح؟ معناه ان هنا كتير جدا وانا بس طلعت شويه زياده منها في مين؟ في البرودكت. فلما اجي احسب الدلتا اتش في الاكزوثيرميك هي كده كده البرودكت وهنقص منها الرياكتنت، صح؟ انت عارف ان الرياكتنت هنا بيكون كبير جدا، فالدلتا اتش في الحاله بتاعه الاكزوثيرميك هنا هتكون بالسالب. خلاص، هتكون ايه؟ نيجاتيف. حاجه صعبه في ده او ماينس؟ حاجه صعبه في ده؟ والله لا. طب اجي بعد كده انقل نفس الجهه الثانيه، هكتب نفس الرياكشن عادي خالص بنفس الطريقه. احنا عايزين برضو نكون NaCl، فاحنا هنكتب برضو HCl عادي خالص بلس برضو NaOH عادي جدا، وهنروح نطلع برضو NaCl بلس ال H2O،
وهنقف هنا. خلاص ده بيكون عبارة عن برضه كيميكال رياكشن. طب بص بقى، احنا قلنا الرياكشن هنا هيطرد حرارة صح؟ هنا لا، هنا هو محتاج كمية من الحرارة تجيله من بره علشان اصلا الرياكشن ده يتعمل، لان هو اندوثيرميك صح ولا لا؟ طالما هو اندوثيرميك دي معناها ايه بقى؟ نفس اللي حصل هنا هعكسه هناك. خلاص بدل ما الهيت تبقى موجوده في البرودكت، لا ده انا هاجي هنا واحط لك الهيت بالمنظر ده صح ولا لا؟ وطالما الهيت موجوده في الرياكتنت هنا، معناها ان مين اكتر من مين؟ الرياكتنت اكتر ولا البرودكت بقى؟ لا هنا البرودكت اكتر، او مش معنى ان البرودكت اكتر، معنى ان الجو اللي حواليها اكتر، يعني هي واخده حراره من بره صح؟ فالتفاعل ده بيمتص حراره من بره، معنى ان هو بيمتص الحراره من بره، فالحراره اللي بره بتكون اكتر من اللي جوه بكتير صح؟ ده بيكون الطبيعي. طب اجي هنا بقى لما اجي اقول لك مثلا احسب لي الدلتا اتش في الاندوثيرميك، والله ثواني هو نفس القانون عادي، هتقول لي برضو الاتش برودكت وناقص منها الاتش بتاعت الرياكتنت. طب خلاص حلو قوي. هنا اندوثيرميك، الاندوثيرميك هنا مين اكتر من مين؟ والله انت المفروض تكون عارف ان كده كده هنا البرودكت لازم يبقى اكتر من مين؟ من الرياكتنت، علشان الهيت يدخل لجوه صح؟ طب جميل قوي. يبقى هنا لما اجي اقول لك الدلتا اتش هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف، تقول لي لا ده الدلتا اتش هنا بتكون بوزيتيف. خلاص وده بيكون حته الدلتا اتش. يبقى تاني ده بيكون اكزوثيرميك وده هيكون مين؟ هيكون اندوثيرميك. خلاص ايه الفرق بين الاثنين؟ والله الاكزوثيرميك ده بيكون تفاعل طارد للحراره، معنى ان كده ان الحراره خرجت من جوه جسمي لبره، فانا جيت اقول لك ان الدلتا اتش بتاعتها بتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. اقف شويه، مين اكتر من مين؟ البرودكت اكتر ولا الرياكتنت؟ خرجت من جوه لبره، يبقى الرياكتنت اكبر من مين؟ من البرودكت. خلاص فلما اجي اقول لك احسب لي الدلتا اتش الصغير هنا ناقص الكبير اللي هنا صح؟ ده المفروض صح ولا لا؟ فهتبقى بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ والله هتكون بالنيجاتيف في الاكزوثيرميك، وبالبوزيتيف فين؟ في الاندوثيرميك. خلاص ودي اللعبه اصلا بتاعت الدلتا اتش، ودي حاجه كده انت المفروض هتفضل عايش عليها شويه اصلا في الاسئله ماشي، فالمفروض تكون اسئلتها سهله شويه. طب ندخل بقى بتفصيل اكتر شويه في الاكزو والاندو، يعني مثلا شكلها في الرسمه عامل ازاي؟ طب شكل دي عامل ازاي وجو كده، فتعال نروح له بقى. لو جينا اصلا بدانا هنا نفس الدلتا اتش اللي انا كلمتك عنها اصلا، اللي هو الفرق بين المحتوى الحراري هنا وهنا، بتساوي الاتش برودكت او الانسالب بتاع البرودكتس، وهنقص منها الانسالب بتاع مين؟ بتاع الرياكتنتس. خلاص ده بيكون شكل الدلتا اتش. فانا قسمت الرياكشنز بتاعت الحاجتين، رقم واحد بيكون عباره عن حاجه اسمها اكزو ايه؟ اكزوثيرميك. خلاص ده اول رياكشن عندي. طب حلو، عايز اديله ديفينيشن. بيقول لك ده بيكون عباره عن الرياكشنز اللي بتعمل ريليز. رياكشنز بتعمل ايه؟ ريليز للسيلمر انرجي انتو ذا سراوندينج انفايرمنت. ده يا عم الحاج الرياكشن اللي هيعمل ريليز للانرجي بتاعته من جوه للسراوندينج انفايرمنت، يطلعها لبره جسمه. خلاص as one طبعا of the product causing the temperature of the surrounding to ايه؟ to rise. معناها ايه؟ معناها ان هي هتخلي التمبريتشر اللي حوالينا دي كلها تعلى. خلاص يبقى تاني هاجي اقول لك مثلا ديفاين الاكزوثيرميك، تقول لي ايه؟ والله ده الرياكشن اللي هيعمل ريليز للانرجي بره الجسم بتاعه، يبقى هيخليها في البرودكت صح؟ وطالما خلاها في البرودكت فالسراوندنج اللي حوالينا ده حرارته هتزيد صح؟ طب واحده واحده بقى كده. بيقول لك في الرياكشن ده التوتال انسالب بتاع الرياكتنس بيكون هاير ذان التوتال انسالب بتاع البرودكت. طب ما احنا عارفين ده، انا اصلا خرجت الزياده من جوه جسمي لبره، يبقى اللي جوه لسه كتير جدا واللي بره ده بس الشويه اللي بيكونوا زايدين صح؟ فلما اجي بعد كده اجي احسب لك الدلتا اتش هنا، يبقى طبعا ومن غير كلام لازم تكون بالنيجاتيف صح؟ ليه؟ لان احنا عندنا القانون الثاني بتاع الدلتا اتش هو والله البرودكت ونقص منها مين؟ الرياكتنت، ده بيكون هيساوي الدلتا اتش. خلاص ده بيكون الطبيعي بتاعنا. فاحنا عندنا الرياكتنت بتاعتنا كبيره جدا. خلاص وطالما الرياكتنت بتاعتنا كبيره جدا يبقى اكيد الدلتا اتش لازم تطلع بالنيجاتيف. خلاص طب عايزين نرسمها. احنا قلنا والله اي تفاعل كيميائي عايزين نبداه، احنا كده كده محتاجين لو ده اكزوثيرميك فالحراره عايزين نشوفها فين اكتر منين. خلاص هتكون اكتر في الرياكتنت صح ولا لا؟ انا قلت فين اكتر منين، ما علينا سكيب يعني. خلاص بس لما نيجي نحسب حته الانسالب هنا نبدا في الاول خالص في حته مين؟ في حته الرياكتنت. خلاص والله الرياكتنت بتاعتنا لو هنيجي نشوف هنا الرياكتنت الحراره بتاعتها بتكون كتيره جدا، فانا طبيعي لازم ابدا من مستوى عالي صح ولا لا؟ فانا هاجي هنا على حته الانسالبي هيرسم ان الرياكتنت بتاعت الحراره بتاعتها بتكون عاليه شويه. طب البرودكت الحراره طبعا بتكون قليله. خلاص فانا هاجي نازل هنا واقوم راسم حراره البرودكت وبس. ده هيكون الرياكشن ده اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك؟ والله لو جيت اشوف الحته دي لا بيكون عباره عن اكزو
ثيرميك. ليه هي اكزوثيرميك بقى؟ علشان البرودكت بتاعتنا الحراره بتاعتها اقل من مين؟ من الرياكتنت. طب الدلتا اتش بتاعتنا لازم هنا تكون بالنيجاتيف لان الرياكشن ده بيكون اكزوثيرميك. طب اجي على النوع الثاني. النوع الثاني بيكون عباره عن الاندوثيرميك رياكشن. طب احنا عايزين برضه نديله ديفينيشن. الرياكشن ده بقى هيريليز انرجي من جوه لبره ولا هيعمل ابزورب الانرجي؟ لا، هنا بقى العكس، لازم يعمل ابزورب لمين؟ للانرجي. فاحنا هنبدا these are reactions that absorb thermal energy from the surrounding environment. ده الرياكشن اللي هيمتص الانرجي بتاعتنا من الجو اللي حوالينا، صح؟ ده هيكون الطبيعي causing طبعا the temperature of the surrounding to decrease. هيخلي الحراره اللي بيكون حوالينا دي كلها تقل، صح؟ ولما جيت اديلك اصلا اكزامبل عليها قلت لك انت قاعد والجو برد، مسكت كوبايه الشاي بتاعتك وحطيت ايدك عليها كده علشان تتدفى. يبقى انت جسمك لو هنفترض ان هو رياكشن بياخد الهيت منها من الكوبايه الشاي دي، صح؟ فهنا انت اكزو ولا اندو؟ لا، ده انا بمتص حراره، فهنا بكون اندو اندو رياكشن. تمام قوي. ففي الحاله دي بقى مين اكتر من مين في حته الحراره؟ البرودكت اكتر ولا الرياكشن؟ طب ثواني، انا بمتص حراره من بره، صح؟ فهنا معناها ان البرودكت يعني الدنيا اللي بره كلها الحراره بتاعتها بتكون اكتر منين؟ من اللي جوه اللي هو الرياكتنت. فوالله هنا بيقول لك ان الرياكتنت بتاعتنا حرارتها قليله، علشان كده بجيب لها هيت من بره، والبرودكت بتاعنا حرارته بتكون كبيره. فلما اجي اقول لك احسب لي الدلتا اتش تقول لي والله من غير كلام الدلتا اتش بتكون بتكون بوزيتيف. طب ليه؟ ما هو انت عندك الدلتا اتش بتساوي برضه البرودكت ونقص منها الرياكتنت. انت عندك هنا البرودكت كتير قوي، يبقى طبيعي الدلتا اتش بتكون بتكون بوزيتيف. طب عايزين نرسمها. احنا طبيعي بنبدا الرياكشن بتاعنا بمين؟ بالبرودكت ولا بالرياكتنت؟ بنبدا بالرياكتنت، صح؟ طب هنبدا من هنا. الرياكتنت بتاعتنا بقى في المنظر ده اللي هي الحته دي كده كتيره ولا قليله؟ والله اقل بقى لان احنا هنا اندو، فاحنا نبدا من تحت هنا. تيجي الرياكتنت بتاعتنا قليله نفضل بقى طالعين لغايه ما اوصل لمين؟ للبرودكت. حاجه صعبه في ده؟ والله لا. طب ثواني، امتى بقى؟ يعني هل الدلتا اتش قصدي بتاعت كل الرياكشنز متساويه؟ لا، احنا عندنا اندو واكزو. طب هل الدلتا اتش بتاع كل الاندو متساويه وبتاعت كل الاكزو متساويه؟ لا برضه، بتختلف باختلاف حاجات كتير، يا اما نوع الاتومز، نوع الموليكيولز، طب نوع القوى الاتراكشنز نفسها. فاهمين الفكره؟ حاجات كتيره قوي ممكن تغير الدلتا اتش، فده مش رقم ثابت. كل رياكشن عندنا له دلتا اتش معينه، له رقم معين متخصص بيه هو لوحده. فهمتوا الفكره نفسها؟ بس طب لما اجي بعد كده هنا والله الملخص بتاع الحته دي كلها او بتاع العك اللي احنا بنقوله من ساعتها اصلا هي الحته دي. ايه هي دي بقى؟ بيقول لك ان الاكزوثيرميك الدلتا اتش بتساوي الاتش برودكت ونقص منها الاتش رياكتنت، فهي كده كده بتكون هنا في الاكزوثيرميك نيجاتيف، صح ولا لا؟ وطالما هي نيجاتيف فبتكون طبعا الزيرو اكبر منها. طب اجي بعد كده هنا في الاندوثيرميك نفس القانون بالظبط، اتش برودكت ونقص منها الاتش رياكتنت، بس في الحاله دي بتكون بوزيتيف، وطالما هنا بتكون بوزيتيف يبقى ايه اللي بيحصل؟ يبقى كده اكبر من الزيرو. بس حاجة صعبة في الكلام ده؟ والله لا. طب مثلا عشان نزود برضو معلوماتنا ككيمياء شوية، هنا في رياكشن مثلا خلاص اللي هو بالمنظر ده ام جي مثلا CO3، ده بيكون عبارة عن سوليد او راسب. انا عايز افككه لحاجات تانية، فافككه الام جي او بلس الكربون مين؟ دايوكسيد. طب حاجة صعبة في ده؟ والله لا. الرياكشن ده علشان يتعمل احتاج مني ايه؟ احنا هنا اندوثيرميك، صح؟ يبقى احتاج مني اديله حرارة علشان السوليد ده يتفك. طب خلاص، طالما محتاج مني حرارة يبقى الدلتا اتش بتاعتي بتكون بوزيتيف. هي دي اللعبة كلها، هي دي حتة مين؟ الدلتا اتش. حاجة صعبة فيها تاني اكتبي في الكومنتس وعندي سؤال اشرحها تاني عادي. خلاص نبدأ بقى في الجزء اللي بعده. بص بقى يا سيدي، انا لما جيت احسب لك الدلتا اتش قلنا ان احنا هنحسب الدلتا اتش بتاعتنا في حته ان الاتش برودكت ونقص منها الاتش رياكتنت، خلاص. بس ده لو مديلك ارقام ثابته. طب افرض بقى هو مديلك شويه بوندس كده، مديلك رسمه كبيره وفيها شويه روابط وبيقول لك احسب لي الدلتا اتش هنا، انت تحسبها ازاي؟ هي نفس الفكره بالظبط، البرودكت ونقص منها الرياكتنت، بس هنكتبها بطريقه ثانيه على الاله الحاسبه بتاعتنا. محدش يفكر بدماغه. ما بص، انت اتعود طالما انت ان شاء الله تدخل علم علوم مثلا او حتى علم رياضه، ما تفكرش تستخدم دماغك خالص، لازم الاله الحاسبه، لان دماغك بتطلع حاجات غريبه صدقني. خلاص، فلازم الاله الحاسبه معاك. نبدا بقى هنا في حته الهيت كونتنت دي. احنا عايزين نحسبها ازاي؟ هي الهيت كونتنت هي حته الدلتا اتش. طب احنا عايزين نحسبها، والله حاضر، الاله الحاسبه بتاعتك خالص وتشوف انت عندك التفاعل الكيميائي بتاعك، في عندك رياكتنت بالمنظر ده وهنروح نكون البرودكت، صح؟ ده اي كيميكال رياكشن بيكون بالمنظر ده. حلو قوي. انت هتاخد الرقم اللي هيديهولك بتاع الرياكتنت هنا وهتروح تكتبه ببوزيتيف ساين، خلاص.
او هتروح تشوف الرقم بتاع البرودكت وتكتب نيجاتيف مين، نيجاتيف ساين بس، مش اكتر من كده. يبقى هتيجي على الاله الحاسبه تكتب ده بالبوزيتيف، وتيجي على الاله الحاسبه تيجي قبل ده تقوم حاطط نيجاتيف. شكرا، مش اكتر من كده، ما تحاولش تفكر اساسا خالص يعني. ماشي، يبقى هنا الابزوربد انرجي والله بكتبها بالشكل البوزيتيف، وهنا بيكون الريليز انرجي بكتبها بالشكل النيجاتيف. هناخد اكزامبل عليها كمان شويه صغيرين، ما تقلقش يعني، هو مش هو كمان دقيقتين بالظبط، فما تفكرش كتير. ماشي، لما نيجي هنا بقى انا عايز ادي مثلا ديفينيشن لمين، للبوند انرجي، خلاص للطاقه اصلا اللي بتكون موجوده جوه الروابط نفسها. بقول لك ده الاماونت اوف انرجي ريكوايرد تو بريك or form the bond in one mole of substance. يعني انت علشان تعمل مركب كيميائي مش لازم الروابط تلزق في بعضها تكون روابط عشان المركب نفسه يتحد مع بعضه، صح؟ طب جميل قوي، علشان البوند دي تتكون مش لازم هي محتاجه انرجي علشان تتكون؟ طب تمام، مش عشان نكسر برضو البوند دي محتاجين برضو انرجي علشان تخلينا نكسرها؟ فلما اجي اقول لك ديفاين البوند انرجي، تقول لي ده الاماونت بتاع الانرجي اللي احنا محتاجينه علشان يا اما نعمل فورم للبوند يا اما نعمل ايه، تكسير للبوند، مش اكتر من كده. خلاص، طب ثواني، هنا احنا عايزين برضه عشان نعمل ديترمين الرياكشن بتاعنا بيكون اكس ولا اندو، لازم نحسب الدلتا اتش زي ما احنا قلنا، ولازم نعرف الانرجي اللي جوه البوندز دي بتكون عامله ازاي، زي الاكزامبل اللي احنا هناخده كمان شويه. ففي الاخر خالص بيكون عندك هنت كده بيقول لك انا ليه بقول عليها دلتا اتش وما بقولش مثلا اتش بس؟ يعني ليه بدي دايما الرمز دلتا ده؟ ليه بقول دايما افريج؟ ليه دايما بقول متوسط مثلا؟ خلاص، بقول لك الكونسبت بتاع الافريج بتاع البوند انرجي ده is usually used instead of bond energy because each bond energy differ according to the type of compound and its physical state. يبقى بقول لك ان دايما انا بقول عليها افريج، ما بقولش عليها مثلا هيت انرجي على طول كده واقوم ساكت. ليه؟ لان دايما الطاقه بتاعتنا مختلفه على حسب حاجتين، على حسب التايب نفسه بتاع الكومباوند النوع بتاعه، وعلى حسب الفيزيكال ستيت. ما احنا لو جينا نتكلم مثلا على حته الفيزيكال ستيت دي شويه، ما انت عندك عادي ممكن حاجات تكون في صوره سوليد، صح؟ طب ممكن حاجات تانية تكون في صوره جاز، طب ممكن حاجات تالتة مثلا تكون في صوره اكواس اللي هي اي كيو. خلاص، طب ما انت عندك الفيزيكال ستيت الحاله نفسها الفيزيائيه متغيره، يا اما مثلا راصب يا اما محلول يا اما غاز، ده الطبيعي. فطالما الحالات الفيزيائيه بتتغير يبقى اكيد الدلتا اتش بتاعتها متغيره. فانا عشان كده بقول كلمه افريج او حته الكيميكال انرجي، او مش الدلتا اتش اصلا، حته ان الانرجي بتاعت البوند نفسها لازم تتغير، صح؟ لان الحالات نفسها مختلفه، الفيزيكال ستيتس نفسها مختلفه، صح؟ بس هي دي الفكره كلها. فانت خد بالك انا ليه بقول افريج، لان ممكن المركب اللي معايا ده حالته الفيزيائيه تتغير من راصب مثلا لغاز لليكويد او مثلا لاكواس، صح؟ فهي الفكره كلها في الحالات الفيزيائيه دي بتغير مين، الطيب نفسها، بتغير الحراره او كميه الانرجي بتاعه البوند، مش اكتر من كده. نيجي بعد كده ناخد بقى اكزامبل على الحته اللي احنا اخدناها دي. هو مثلا السؤال ده عندك في الكتاب ومش عارف كان عامل لهم قلق برضه، مش عارف ليه. فانت عندك هو بيقول لك ادالك مركب مثلا اسمه BCl5، فاحنا عايزين نكتب المركب كله عادي خالص اهو. وبيقول لك حصل له ديكومبوزيشن بالحراره بقى عباره عن حاجه اسمها BCl3، وكونا بيه حاجه اسمها PCl3. طب تمام قوي، جينا بعد كده هو فين باقي المركب؟ والله قال لك ان هو طلع في حاجه اسمها كلوراين جاز. طب خلاص كده كده انت عندك هنا 5 وعندك هنا 3، فاحنا هنزود هنا ايه، Cl2. كده الرياكشن بتاعنا كله مظبوط ودنيتنا كلها تمام. خلاص انا بقى محتاج اعرف الحراره اللي جوه دي عامله ازاي والحراره اللي جوه دي عامله ازاي علشان احسب الدلتا اتش بتاعتي، واعرف ان المركب بتاعي ده بيكون اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك، او الرياكشن كله اكزو ولا اندو. طب هاجي احسبها ازاي؟ هو جاي لك هنا، مش احنا قلنا ان احنا هنخزن الانرجي بتاعتنا في صوره بوندز او روابط؟ طب جميل، بيقول لك ان البوند الواحده بين البي والسي ال بتايكل الرقم ده، والبوند بين السي ال والسي ال بتايكل الرقم ده. طب تعالى نحسبها. انت عندك هنا BCl5، معناها ان البي بتاعتك هنا لو هنبسط الرسمه شويه متصل بقى كام سي ال؟ والله 1 2 3 4 5 سي ال. خلاص، فاحنا هنيجي في جنب كده نقوم كاتبين هنا يبقى 5 طيب، وهنضرب طبعا في الرقم اللي هو مديهولنا اللي هو 330. كده احنا جبنا حته مين، حته الرياكشن اللي حته قصدي اللي هو الرياكتنت اللي هنا. طب جميل قوي، طب نيجي بقى نجيب حته البرودكت. انت عندك هنا البي متصل بيها 3 من الكلور. طب خلاص ادي 1 2 3، يعني هنضرب هنا 3 طيب الرقم اللي اديهولنا اللي هو 330. طب هنيجي هنا على حته الكلوراين نقف بقى شويه، هنحسبها هنضرب الرقم ده في 2 ولا هي واحده بس؟ انت عندك كده كده الكلوراين ده بيكون عباره عن جاز، خلاص، بس الجاز ده او الموليكيول ده
بيكون عباره اصلا عن 2 اتومز، فانت غصب عنك ما ينفعش تضرب هنا في 2. اصلا دي عباره عن ايه؟ لو هنبسط ده برده شويه، دي عباره عن سي ال ولازق فيها واحده سي ال اللي هي اصلا دي. فلما اجي احسبها هحسب 240 واحده بس، ما تضربليش في 2. خلاص انا هحسب كام واحده من 240؟ واحده بس مش اكتر من كده. فانا هكتب هنا زائد طبعا كام؟ 240. ده الرقم بتاعي، وعلى الآلة الحاسبة بتاعتك عادي خالص تحسب الفرق بين الاتنين، هنا بالبوزيتيف وهنا بالنيجاتيف، ويطلع لك الرقم. اللعبة كلها كانت في السؤال ايه؟ ان انت حتة الكلورين هنا، في ناس كانت بتيجي تشوف مثلا ال 240 دول يقوموا جايين هنا تايم 2. طب انت عملت ليه كده؟ يقول لك ده علشان هنا في 2 مكتوبة، انت اصلا كاتبها لي هنا اللي هو السي ال 2. لا طبعا ده غلط، ما ينفعش، هنا اصلا ده بيكون تركيبه كده. خلاص امتى بقى نعمل تايم 2؟ لو كنت عامل التو بتاعتي مثلا في الحتة دي كده. خلاص هنا بقى في الحالة دي ممكن اضرب في 2. طب انا اصلا مش عامل كده وما ينفعش احط دي اصلا هنا. خلاص هنا التوب بتاعتي تحت عادي. بس هي دي الفكرة كلها. خلاص طبعا هتكتب ده اصلا تطلع معاك على الآلة الحاسبة عادي وتختار الناتج بتاعك، مش اكتر من كده. خلاص كده طبعا الحصة بتاعتنا النهاردة بتكون ايه؟ بتكون خلصت. كده انت معاك الثيرمودايناميك كامل، معاك بارت 1 اللي هو نزل على اليوتيوب الحصة اللي فاتت، ومعاك بارت 2. فكده الدنيا كلها تمام. ممكن بعد كده مثلا فتره نبقى نعمل مراجعه مثلا على شابتر 1 كله، او مثلا نحل شويه اسئله اكتر. برضه هنعمل جروب تليجرام ان شاء الله علشان نظبط عليه كل الاسئله دي، واللي واقف على حاجه برضه يبعتها والجو ده كله. فخلوكم معانا بقى ان شاء الله لباقي الدروس.